من هذا الوطن. متابعة المواضيع المهمة ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع هي مركز اهتمامنا. بها نطرح ما يتم الاستفسار عنه ونحاول الربط بينها وبين ما يرضي المستمعين. نتابع الفعاليات ونهتم بالخبرات ونركز على الإنجازات. كل ذلك في برنامج من هذا الوطن. من هذا الوطن. أهلا بكم من جديد مستمعينا وسعداء بالتواصل معكم في حلقة جديدة وبرنامج من هذا الوطن. يعتبر موضوع الوعي الاجتماعي من الموضوعات السوسيولوجية ذات الأهمية القصوى في حياة الأفراد والمجتمعات على السواء. فالوعي هو نتيجة للتفاعل بين أنفسنا وعالمنا المادي المحيط بنا، وهو يلعب دورا هاما في التطور الاجتماعي سواء كان هذا الدور إيجابيا أو سلبيا. فالأفكار التي توجد لدى الناس قد تساعد على تطور المجتمع أو تكون عائقا أمام هذا التطور. كثير من الناس يعيشون بين عالم من الفكر الواقعي وعالم من الخيال الإبداعي، والبعض ينجح في تحقيق أفكاره وإبداعاته، والبعض يعيش ويكون أسير أوهامه الخيالية. كما يشكل الوعي الاجتماعي خطوة مهمة في تطوير الذات وخلق الإنسان المبدع المتفهم، وبالتالي الواعي الذي يساهم في بناء المجتمع وتطوره. سوف نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ فاضل الجمري، مدرب في التنمية البشرية من مملكة البحرين الشقيقة. حياك الله أستاذ فاضل، سعداء بوجودك، أهلا وسهلا فيك، ويسعدنا ويشرفنا دائما وجودك معنا. أنا الأسعد والله، وأنا اللي أتشرف بتواجدي معاكم في هذا الاستديو، وأتمنى نفيد ونستفيد اليوم أكيد. ونقضي وقت ممتع إن شاء الله بإذن الله. في البداية فاضل ودنا نتكلم أو نتعرف على الوعي وما المقصود بالوعي. في البداية لما نتكلم عن الوعي، يعتبر الوعي هو الحالة العقلية التي يتم من خلالها إدراك الواقع والحقائق للفرد. يعني لما أنت تمتلك هذا الوعي تدرك الواقع والحقائق اللي تدور من حولك، وذلك عن طريق اتصال الإنسان نفسه مع المحيط من حوله، مع الأشخاص، مع البيئة من حوله، التناغم في الأخذ والعطاء مع هذه البيئة. جميل، هذا هو الوعي. طبعا في بداية المقدمة يمكن أنا قريت من الموضوعات السوسيولوجية، فودي أتعرف على شنو هي الموضوعات السوسيولوجية، وهل الوعي من ضمن هالموضوعات؟ حقيقة هاي المصطلح أول مرة أسمع فيه، من وين جبتينا؟ أنا كنت عبالي إنه في مصطلح يرتبط بالوعي أو اللاوعي، لأن دائما إحنا لما نتردد في الأمور نقول اللاوعي خذا أو اللاوعي مثلا هو اللي دلعني. إنزين، هل هناك أنواع للوعي وما هو الأفضل بينهم؟ خلينا بس نفرق بين الوعي واللاوعي. مثلا لما نتكلم عن الوعي، اللاوعي هو العقل اللاواعي، تمام. اللاوعي هو غياب الوعي عن امتلاك مثل ما نقول المعلومات أو الحقائق اللي تمكننا في التعامل مع الآخرين. جميل. تمام. مرة ثانية شنو السؤال؟ الأنواع المختلفة للوعي. أي طبعا هو ما هو الأفضل بينهم؟ أو في عدة أنواع للوعي، لكن إحنا راح نتكلم عن الوعي الذاتي. تمام. الوعي الذاتي هو وعيك بذاتك أنت. لما تمتلك هذا الوعي أو هذه الدرجة من الوعي راح تتمكن من معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لديك، وبالتالي تطور من شخصيتك وتطور من أدائك وتطور حتى من طريقة اتصالك مع الآخرين. جميل، هذا الوعي اللي المفضل ما بينهم. الوعي الذاتي. نعم. إيه؟ ودنا أستاذ فاضل هم بعد نتعرف على دور الوعي في حياة الإنسان. أكيد لا دور وأكيد لا يعني طريق أو منهج يوجه الإنسان إلى أمور يمكن الإنسان يكون في حيرة من أمره، فالوعي هو اللي راح يساعده. فعلا يعني لو تصورنا أن هذا الإنسان عايش على نمط واحد من التفكير، وهو النمط اللي تربى عليه في المنزل، لما
يعيش تقريبا 20-25 سنة مبرمج على نوع من أنواع المعلومات أو مبرمج على طبيعة معينة من الحياة، فيكتشف أن أنا وين كنت عايش هذه الفترة كلها. فالدور البيئة اللي احنا تربينا فيها هي تزرع الوعي أو تزرع تكون الوعي عندنا. تمام. فطبيعة اللي هو أهمية الوعي عند الإنسان مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن أنت مجرد تعرف مثل ما قلت، مجرد تعرف شنو الوعي بالنسبة لك وشنو المكامن القوة عندك ومكامن الضعف، راح تبني عائلة، راح تبني عائلة داخلها، هاي مجتمع. العائلة هي مجتمع صغير، فبالتالي أنت راح تنقل هذا مثل ما نقول الوعي إلى الآخرين. زين، شلون نعرف إن إحنا عندنا وعي أو أصلا ما عندنا وعي؟ شلون نعرف؟ في عدة مقاييس للوعي. في عندنا لما نتكلم عن الوعي في مستويات جريفز، هاي طبعا عندك مستويات 6 مستويات. في عندنا اللي هو سلم هاوكنز، هاي نقيس نسبة الوعي عندنا. هاي طبعا مواضيع جدا متشعبة. شلون ممكن نروح؟ يعني لازم نروح عند أخصائيين أو لا 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 لا, لا ما يحتاج، ما له داعي نروح عند ولا لا؟ ما يحتاج نروح عند أي أخصائيين. مثل ما قلت يعني لما نتكلم احنا نروح نبحث في سلم هاوكنز أو نشوف مجرد نعرف احنا الخطوة الأولى شنو. الخطوة الأولى نعرف شنو هو الوعي. مجرد احنا عرفنا هذا الوعي خلاص احنا تكونت عندنا صورة مبدئية نقدر من خلالها احنا نفهم شنو اللي نحتاجه. تمام. في عندنا مثلا نظرية اسمها نظرية جوهري. نظرية جوهري هذه تتكون من 4 نوافذ. نظرية جوهري تتكون من 4 نوافذ. هذه النوافذ من خلالها احنا ممكن نعرف الوعي الذاتي. راح اتكلم عن النافذة الأولى مثلا. النافذة الأولى ما يعرفه الآخرون عني ولا أعرفه عن نفسي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن بعض الأحيان في حين أنا أتكلم، في حين أنا أعبر عن شيء ما، تمام، أنا لا أرى ملامح وجهي، ولكن سدابة ترى ملامح وجهي. فبالتالي ممكن تتكون عندك فكرة مختلفة عن الفكرة اللي أنا أود إرسالها لك. تمام. فلا ما شفت ملامح وجهي ولا أشوف أي شيء عن نفسي. فهذه مرحلة أول نافذة للوعي. النافذة الثانية ما أعرفه عن نفسي ولا يعرفه الآخرون عني. كيف؟ يعني بعض الأحيان أنا ممكن أمتنع عن الذهاب معهم، ممكن أرفض أشياء معينة، لكن هاي الآخرون ما يعرفون أن شنو السبب هذا الرفض. ممكن تجارب سابقة، ممكن عنف أسري، ممكن أشياء كثيرة. فبالتالي هاي النافذة الثانية. احنا لو سلطنا الضوء على النافذة الأولى والنافذة الثانية راح تكون عندنا نسبة وعي بسيطة. لكن لما نروح للنافذة الثالثة، النافذة الثالثة شنو تقول؟ ما يعرفه الآخرون عني وما أعرفه عن نفسي. يعني مثلا في أشياء احنا نعرفها عن نفسنا والآخرين يعرفونها عنا. فبالتالي كل ما اتسعت هذه الدائرة، هي يسمونها الأوبن اريا، كل ما اتسعت كانت علاقتي مع الآخرين قوية، كل ما كانت اللي هو نسبة الوعي عندي عالية، لأن أنا قاعد أتعامل معاهم وقاعد يفهموني وأفهمهم. فبالتالي أنا قاعد أكسبهم في يعني أكسبهم تجاهي، وما في أي مشاكل في التواصل الكوميونيكيشن بيني وبينهم، لا في التواصل البصري ولا السمعي. فقاعد المجتمع حولي يكون متصل أنا في المجتمع، والمجتمع نفسه متصل فيه أنا. والنافذة الرابعة اللي أنا ما أعرف عن نفسي والآخرين ما يعرفون عني، وهو هاي الأشياء اللي أنا مثلا أحس أن أنا متضايق، ما أدري ليش أنا متضايق، والآخرين ما يدرون ليش أنا متضايق. فهذه 4 نوافذ إذا احنا عرفناها، في علم النفس موجودة، إذا احنا عرفناها ممكن تختصر علينا الكثير، ممكن ترفع مستويات الوعي عندنا. جميل. أستاذ فاضل، يمكن تكلمنا عن دور الوعي في حياة الإنسان ومدى أهمية هذا الدور في حياة الإنسان. يعني ليش الوعي وايد مهم في حياة الإنسان؟ هل الإنسان الغير واعي أو اللي غير مدرك إنه غير واعي يعني يكون محروم من نعم. النعمة يعني؟ نعم، شيء طبيعي. الوعي بالنسبة لنا مهم جدا في حياتنا. كيف هذا الشيء؟ مثلا احنا دائما لما نروح المطاعم مجرد نروح نطلب أكل ونأكل ونمشي وخلاص وانتهى الموضوع، صح؟ لكن لو احنا تطرقنا لمواضيع علم النفس والتسويق والماركتينج وهذه الأمور نكتشف حتى لون الفنجان اللي تشربين فيه القهوة يلعب دور، لون الصحن اللي ناكل فيه، اللون الأبيض يعطي انطباع بالسلام والراحة والطمأنينة، وبذلك هذا الشخص يأكل بشراهة. الإضاءة المسلطة على الأكل تعطي انطباع ثاني، فتاكل تطلب أوردر ثاني مثلا. فالوعي بالنسبة لنا مهم. احنا لو نعرف هاي الأشياء من حولنا، نراقب الأشياء بحيادية، ليش قاعدة تصير كذي، نسأل
نسأل نتساءل. مشكلتنا احنا هنا الحين شنو؟ مشكلتنا احنا اساسا تكوين في عده مدارس علم النفس. بعض المدارس تقول لك الوعي يتكون في ال7 سنوات الاولى عند الانسان، فاذا تكون البيئه اللي هو عاش فيها لها دور كبير. طيب اذا كان الوعي اللي انبنى عنده وعي خاطئ، هل يعيش باقي حياته في الظلام والجهل؟ ما اعتقد انه ما مرت عليك في حياتك او ما مر عليك اشياء او اشخاص عايشين حياتهم ياكل لينام وينام ليأكل فقط. مهم ان نعيش. طيب في عندك رسالة انت في الحياة لازم تكتشفها، لازم تكتشف انت ليش موجود في هذه الحياة، شنو هدفك، شنو رسالتك. اذا انت ما كنت تمتلك الوعي ما راح تقدر تعيش مع يعني مجرد انه راح تكون صفر على الشمال في المجتمع. فهمتي علي؟ نعم. طبعا. يعني طبعا أهمية الوعي الكل يدرك، بس النقطة اللي للحين يمكن في وايد ناس يتساءلون إن هل إحنا ناس واعيين ولا مو واعيين؟ ومثل ما تفضلت إن في هناك وسائل لقياس درجة الوعي والفكر لدى الأفراد ولدى المجتمع. إذن أنا مثلا كشخص أقدر أقيس هالشيء، أبحث وأدور وأسأل الناس وأكتشف مثلا قياس درجة الوعي عندي، بس هل أقدر هم بعد أطبق هالشيء على الناس اللي حواليني وعارف الناس اللي حواليني هل هم واعيين أم لا؟ يعني أستخدم نفس الوسائل اللي ممكن فيها. في مثل ما ذكرت الوسائل هذه لو تبسطها لنا أو تشرح لنا أكثر عنها. ومثل ما ذكرت هي أول خطوة الآن، مثل ما ذكرت النوافذ جوهري. أنا لما أنا اللي هو مثل ما ذكرت لا، وسائل قياس الوعي. وسائل قياس الوعي يعني هذه في لها مختصين. نشوف ناس نقول مثلا الإنسان هذا جدا واعي من حوار واحد، في ناس نقول لا يعني هذا مستوى وعيه مو ذاك الزود أنا ما دشيت معاه بالعميق بالحوار. تمام. في ناس نقول لا جدا كان بسيط بالحوار، فبالتالي الحوار كان وايد بسيط أو سطحي. جميل، ممتاز. لا إراديا إحنا ممكن نحكم، لكن بشكل مثل ما قلت حسب رؤيتنا الفيرست امبريشن. بنشوف إنه هو يعني الوسيلة أو الطريقة الصحيحة شنو هي. يعني مثلا أنا كاختصاص عندي في علم الفراسة وتحليل الشخصيات، طبعا أنا من أحلل الشخصيات من ملامح الوجه ونبرة الصوت وبصمة اليد ولغة الجسم وحتى طريقة اللبس. هذه طريقة بالنسبة لي أنا كمختص أقدر من شغلة بسيطة ممكن أنا أحلل تحليل مبدئي، بالتالي أنا أعرف نسبة الوعي لهذا الشخص. نسبة اللي هو كيف نعرفه، طريقة أكله، الأكل اللي يأكله هل هو إنه صحي أو لا مثلا، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة النقاش. أنت لما تتناقش مع الشخص شنو المعطيات اللي عندك، هل أنت فعلا قاعد تتكلم في شيء أنت تفهم فيه أو لا. فهذا أساسا يعطينا انطباع أول عن الشخص، نسبة الوعي عنده. مثلا لما أنا أحضر دورة معينة أو ورشة معينة في التنمية البشرية، ألاقي بعض الناس لما نذكر معلومة غريبة البعض يبحث عنها في نفس الوقت، البعض الآخر لا ينتظر لحد أنت ما تعطي المعلومة. طيب ليش أنت ما تبحث في هذه اللحظة؟ ليش ما تحاول تعرف وين المشكلة، اللي تعرف اللي هو أصل مصدر المعلومة؟ شلون أنا أصنف هذا الشخص عنده وعي أو لا؟ أصنف متى ما أنا أعطيته معلومة غريبة وهو تقبلها بدون ما يسأل. وهذا اللي حاصل فعلا في المجتمع، أنه ينتظرون المعلومات تجيهم على طبق من ذهب بدون ما يسألون من مصدرها، بدون ما يسألون عن الدراسات الموجودة، عن هل تنطبق على مجتمعنا أو على المجتمعات الغربية فقط. هذا الشيء اللي قاعد ألاحظه في مجتمعنا. جميل. يعني هذه من الأمور اللي ممكن احنا ممكن نحكم على مقدار أو نسبة الوعي. إذن للشق الآخر أستاذ فاضل. أي نعم. نقول في ناس ما عندهم الوعي، شنو أسباب فقدان الوعي؟ طبعا لما جاء أتكلم عن أسباب فقدان الوعي أو اللاوعي عندهم، هم مسألة التربية، مسألة المجتمع. شلون أنا أعرف أن هذا الشخص تربى في مجتمع غير واعي أو ما يمتلك الوعي؟ لما نجي نرجع مثل ما قلت التربية اللي هو مثل ما القديمة الأهل، هذا ما وجدنا عليها آبائنا الأولين. إحنا من الخطأ أن نربي أبنائنا على الشيء اللي إحنا تربينا عليه. طبعا لازم إحنا جيل لكل جيل لازم يكون تربية أكيد. مختلفة.
كل جيل لازم تكون له تربية مختلفة. أنا مثلا أنا عشان أنشئ جيل واعي، أنشئ جيل مثلا ولد أو طفل يعني عنده وعي، لازم أربيه. أقول له أنا ربيتك على هاي الحين، كل 10 سنوات ممكن تختلف، التكنولوجيا تتطور، الفكر يتطور، لازم إحنا نخلي لنا كل واحد، كل شخص نخلي له أيديولوجية خاصة فيه، يعني أفكار منظمة خاصة فيه هو. تمام. فلما أنا اللي هو على حسب المعطيات اللي عندي وعلى حسب البيئة اللي أنا متربي فيها، كان تفكيرنا هذا بهذه الطريقة عشان احنا ننسجم مع البيئة. ممكن بعد 10 سنوات تتغير هذه البيئة. فهي من مثل ما ذكرنا من أهم السلبيات اللي تواجه المجتمع اللاواعي، هو أنه قاعد يربي أبنائه ويربي الأجيال على نفس النمط. جميل. يمكن في وايد ناس يقولون فلان يعني عنده أسباب معينة لفقدان الوعي، وفي ناس يتسألون هل ممكن أن الإنسان يفقد الوعي، ولا أن الوعي شيء فطري في داخل الإنسان، يعني مهما أنه يبي يفقده لا هو موجود يعني، وشنو نتائج هذا الفقدان؟ طبعا مثل ما ذكرت البيئة لها دور كبير في فقدان الوعي، أو أنه مش أنه عدم التركيز على الوعي. بمعنى آخر الحين وسائل التكنولوجيا، التلفونات اللي عندنا وكذا، لما نجي نلاحظ حتى في المنزل ما قاعد يصير تواصل بيننا وبين بعض إلا عن طريق الواتساب أو عن طريق السناب شات أو واتيفر. زين. فبالتالي أن احنا فقدنا قيمة الحياة من خلال التواصل عن طريق الانترنت أو السوشيال ميديا. فصار أي شيء واحد يقول لك أنا توني صحيت من النوم يصور حط سناب، توني ما بناكل الحين كذا. فتركوا الأشياء المهمة واللي هي من أهمها الوعي الذاتي، البحث عن الأسئلة وتوجيه الأسئلة. دائما عندي مقولة أقول الحالمون فقط هم من يبحثون عن الذات في عمق الذات. من أكبر الأخطاء الشائعة والموجودة اللي قاعد نشوفها أن دائما الشخص لما يحب ينجح يقارن نفسه بالآخرين. لا، أنت لازم تقارن نفسك بنفسك، تبحث في ذاتك أنت شنو المعطيات اللي عندك، شنو المقومات اللي تمتلكها، شنو البيئة اللي أنت عايش فيها. ممكن نسبة اللي هو الوعي عندي في عائلتنا يختلف عن الوعي عندكم في العائلة الثانية. فيعني أكيد النتائج راح تكون مترتبة على حسب هم قدرة الإنسان على التحكم. فعشان كذي احنا نقدر نقول هل هناك من يتحكم بالوعي، أو الإنسان نفسه هو المتحكم الأول والأخير في الوعي؟ طبعا التحكم في الوعي، الإنسان هو المسؤول عن ذاته. المسؤول هو المسؤول، اللي هو الإنسان عفوا مسؤول هو عن ذاته، عن طريقة تحكمه، عن الأشياء الأفكار والمعتقدات اللي قاعدة تتكون عنده. فمثل قبل لا أدخل اللقاء كنت أقرأ قصة بسيطة لكاتب تركي، يقول كان شخص دائما في واحد يعتقد نفسه أنه شعير، ولذلك كان يخاف من الدجاج، كل ما شاف دجاج يخاف، وكل ما شاف يعني الحيوانات يخاف منها. راح للطبيب نفسي. لما راح للطبيب النفسي تعالج عنده، قال أنا بقدر أساعدك. راح تعالج وكذا. قبل آخر جلسة سأله ها شلونك الحين؟ قال أنا الحين تمام، فل الفل. خلاص الحين نسأل الموضوع، قال كل شيء تمام. طلع من اللقاء عنده، لما طلع من هذا اللقاء يسأل رجع مرة ثانية يقول له طيب أنا دكتور أنا الحين اقتنعت أن أنا مو شعير، بس شلون أقنع الدجاج والهدين أن أنا مو شعير؟ فبالتالي تكونت الفكرة عنده خلاص مترسخة عنده أن أنا شعير، أو أن كان هو شاعر فتغير، فشون يقنع الطرف الآخر. ففي النهاية أن كل شخص مسؤول عن اعتقاداته وعن أفكاره وعن الخطوات اللي يتخذها. احنا دائما نضع الأخطاء على الآخرين، ما نتحمل مسؤولية القرارات اللي نتخذها. وبالتالي كل شخص هو مسؤول عن ذاته ويتحكم في حياتنا. نعم، ويتحكم في القرارات اللي يتخذها. جميل. هل صحيح أن يكون الوعي مرات، وفعلا يمكن نواجه يعني مع وايد ناس نشوف أن الوعي عندهم زائف، ومتى يكون زائف؟ ممتاز. طبعا لما نجي نتكلم عن الوعي الزائف، خلينا نشوف شنو الوعي الزائف. مثلا ان انا الحين جيت عندي اجنده معينه وقعدت مع سدابه وقعدت اضخ فيها معلومات وهي من النوع اللي يصدق بسرعه. فالمعلومات من وين اخذتها؟ هذا صدق بسرعه. اي بعدين عندي افكار لك جديده ان شاء الله. زين. فبالتالي أنا لما أجي أقعد مع السدابة وأتكلم معها تكونت عندها فكرة، أو خلينا نقول هو هذا نفس الوعي اللي تكون عندها من أفكار كلها خاطئة.
ومن المسؤول عن بث الأفكار الخاطئة أو الوعي الوهمي أو الزائف في الفكر المجتمع؟ الوسائل الإعلام، مثل ما نقول القنوات الرسمية أو غير الرسمية، لأنه قاعد يصير يعني ما راح ندخل في منطلق الأمور السياسية، لكن هو هذا أساس الوعي الزائف. إنه مثلا لما نتكلم عن شركات الأدوية وعن هذه الأمور، هم راح يعني مثل ما نقول يبثون معلومات على أساس أن مصلحتهم الشخصية، وبالتالي احنا وصلتنا المعلومات جاهزة، تكونت عندنا قاعدة بيانات، فهذا بالتالي هو الوعي الزائف. وما في بحث وتحري، ما في بحث وتحري، فهي مشكلتنا. توصل بس احنا مو عارفين او مقدار او نسبة صحة هالمعلومات فعلا. وقاعد نشوف مثل ما ذكرت لأن الحين بالوقت وايد يعني في الوقت الحالي يعني كمية المعلومات اللي توصلنا في اليوم ترى يعني مو شوية. كل واتساب فيه مثلا 3-4 معلومات، كل صورة تشوفها، كل فيديو، فبالتالي يعني العقل يستقبل كمية كبيرة من المعلومات، فتعال فتش الحين أي معلومة صحيحة وأي معلومة تكون زائفة. مثل ما ذكرت لش فعلا يعني معلومات جدا كبيرة. خلينا نقول أهمية الوعي، نتكلمنا عن أهمية الوعي. كم سوء فهم صار بسبة برودكاست في الواتساب. يوصلني برودكاست ان شخص محتاج تبرع بالدم او العائله الفلانيه كذا او ما بعرف شنو، وعلى طول ننشر بدون ما نتاكد من صحه الخبر. فهذا وعي زائف. من اكبر الاسباب لنشر الوعي الزائف هي وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. فدائما احنا ما نكلف على نفسنا حتى نشغل مخنا. احد الحكماء يقول انا ما اساعد اي حد انه يسوي اي شيء، انا اساعده فقط انه على التفكير. العقل عندي أنا الحين نسبة العقل، نسبة نستخدمها للعقل 3% بس. عندنا 97 ما قاعد نستخدمها. 3% هذا إذا استخدمناها بصورة كافية وكاملة. إذن إحنا عندنا الحين وعي وعندنا لا وعي. هل هناك علاقة بين الوعي واللاوعي في حياة الإنسان؟ طبعا الوجود اللاوعي هو غياب الوعي نفسه. يعني أنا الحين عايش حياتي مثل ما نقول نفس الشخص عايش حياته على البركة، بس انه مجرد ينام وياكل ويشرب، ففي علاقه طرديه بينهم بين بعض. هني احنا لما نقعد مع بعض او مثل ما نقول احنا عندنا تلفونات وعندنا كذا، لكن هل انا استخدم هذا التلفون بالطريقه الصحيحه؟ هل استخدم التلفون بالمميزات اللي موجوده فيه؟ انا عندي مميزات عقل البشر، الله سبحانه وتعالى يقول انا خلقنا الانسان في احسن تقويم، لكن هل الانسان قاعد يستخدم هالمميزات اللي عنده؟ ما قاعد يستخدمها، فبالتالي ما عنده يعني غياب حالة الوعي عنده. أستاذ فاضل، أكد يعني في فئة ثانية من العلماء أكدوا يعني أن ما يقوم بالإنسان يكون بكامل إرادته ووعيه، وأن اللاوعي يعتبر حجة فقط لتبرير الغايات، لتبرير السبل للوصول إلى أهدافه بطرق غير مشروعة، مثل الشماعة. يعني شو المقصود بهالشيء؟ هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ طبعا أنا ما طلعت على هذه الدراسة وما عندي فكرة عنها للأمانة، ولكن بشكل عام مثل ما قلت أن دائما الإنسان يبحث عن أقصر الطرق للتبرير. دائما الشماعة مثل ما ذكرنا، أنا ما يعني المجتمع والبيئة ووسائل الإعلام. طيب أنت عندك الإمكانيات وعندك في ناس كثير، لو ضربنا أمثلة الآن ما راح ننتهي. كانوا فقراء وكانوا البيئة اللي عايشين فيها معدمة غير مترفين يعني، لكن كانوا يمتلكون نسبة عالية من الوعي. فإحنا مشكلتنا في المجتمع العربي بالذات أن دائما نضع اللي هو الحكومة الشماعة أو الوسائل الاجتماعية اللي هو التواصل الاجتماعي شماعة لأخطائنا. إنزين، من حكم يعني تجربتك، من حكم دراستك فيها المواضيع، شو ممكن نسخر الوعي لمصلحتنا الشخصية ونجاحنا في الحياة؟ نسخر الوعي لمصلحتنا الشخصية بحيث أن مثل ما نقول نتقبل الانتقادات من الآخرين، نفتح الباب للنقاش مع الآخرين، لأن بعض الأحيان ممكن إحنا ما يكون عندنا هي أول خطوة إحنا لازم نتخذها، أن إحنا نعيد النظر. بعض الأحيان أنه يقول لك لا، لما واحد ثابت الفكر وصعب أنك تتناقش وياه. ليش؟ لأنه يعتقد أن كل شيء يسويه صح، فبالتالي هذا غير واعي، ما عنده الوعي الذاتي. زين، فإحنا نسخر هذه الأمور لمصلحتنا الشخصية، بحيث أن نسمع من الآخرين
نعدل في السلبيات الموجودة فينا، نستغل هذا الوعي اللي عندنا حتى نلهم الآخرين ونساعدهم على بلوغ أساسا مرحلة الوعي عندهم أيضا. جميل. واضحة الفكرة؟ اي يعني الى حد ما فهمنا إنه شلون ممكن انه يكون في هناك حدود للوعي. طبعا ليس هناك حدود للوعي، طالما أنت تفكر مثلا في محل المقولات أنا أفكر إذن أنا موجود. طالما أنت تفكر فدائما أنت الوعي موجود عندك. غياب الوعي هو عدم التفكير، مجرد أن أنت كل شيء تتلقى المعلومات جاهزة، أنت ما تتعب نفسك في التفكير. فطالما أنا أفكر فإذن أنا موجود. جميل. إنزين هل يختلف الوعي من إنسان لآخر؟ يعني سواء إنسان كبير أو صغير، من امرأة لرجل ولا لا؟ يختلف طبعا. احنا لما نجي نتكلم عن الجيناتكس او الجينات، احنا ناخذ لما الولد الطفل ياخذ من الاب والام. فوين البيئه اللي تربى فيها الاب، وين البيئه اللي تربت فيها الام؟ زين. حتى بين الاولاد نفسهم ممكن تختلف اللي هو نسبه الوعي على حسب اهتماماتهم، على حسب ميولهم وهواياتهم. بعض الاشخاص ممكن يكون هوايته فقط اللي هو الالعاب الالكترونيه وكذا والامور هذه، صعب ما قاعد يفكر في أي شيء ثاني، فيكون مستوى منخفض، مستوى الوعي عنده منخفض. تمام. بينما الآخر مطلع وقارئ نهم، فيكون مفوح حتى في الكلام. زين. بالنسبة إلى الوعي بين الكبار والصغار طبعا يختلف أيضا، لأن الكبار بتكون متكونة عندهم خبرة من التجارب، من الحياة، من الأشياء اللي مروا فيها، الصعوبات، حتى السفر مثلا. كل ما أنت تسافر، من طبيعة شغلي أنا كثير السفر، فكل ما سافرت اكتشفت عادات جديدة، اكتشفت هوايات جديدة يعني تحبها تحب تسويها، فنسبة الوعي عندك ترتفع. أكيد. على المهم سعدنا بوجودك أستاذ فاضل معنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله نلتقي فيك يعني في حلقات قادمة. نشكر الأستاذ فاضل الجمري مدرب في التنمية البشرية. شاكرين وجودك. الشكر موصول لك أختي سدابة، وكل الشكر للطاقم الفني الموجود هنا، وسعدت بتواجدي معاكم، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك.